يوم 31 أغسطس سنة 1975 كان في سيدة قاعدة جوه عربية على طريق دمشق، بصة حواليها بتوتر وماسكة شنطتها بقوة، ويدوبك السواق لسه بيدور العربية، وفجأة رجال من المخابرات الفلسطينية حصروا العربية من كل ناحية. وفي اللحظة دي الست ما صرختش ولا حاولت تجري، بالعكس تماما، طلعت بسرعة كبسولة صغيرة كانت مخبياها وسط شعرها وحاولت تبلعها قبل ما يتم القبض عليها، لكنهم لحقوها في آخر لحظة، وعلى الفور نزلوها من العربية وبدأ التحقيق معاها. وقتها محدش كان يتخيل إن الست اللي قدامهم دي كانت ضمن أخطر شبكة تجسس لصالح الموساد في لبنان. الكل كان فاكر إنها دكتورة عربية متطوعة بتساعد في المستشفيات ومعسكرات الفلسطينيين، والأغرب إنهم بعد القبض عليها ما لقوش معاها أي دليل مباشر، لا أجهزة ولا ورق ولا شفرات. وده خلى بعض الضباط يشكوا في البداية، هل هي فعلا جاسوسة ولا في خطأ حصل؟ لكن مع التحقيقات بدأت تتكشف تفاصيل عن اختراقات وأسماء مهمة ومعلومات كانت بتوصل للموساد من قلب بيروت. ومن هنا يبدأ ملف الجاسوسة أمينة داوود كامل المفتي، ونقول الحكاية من أولها. القصة بتبتدي سنة 1939 في حي صويلح بالعاصمة الأردنية عمان. اتولدت بنت اسمها أمينة داوود كامل المفتي وسط عيلة شركسية معروفة جدا وقتها. أمينة ما تربتش في حياة عادية خالص، والدها كان تاجر مجوهرات معروف، وعمها ضابط كبير في القصر الملكي الأردني. يعني البنت كانت عايشة في مستوى مادي واجتماعي عالي جدا، بيت كبير، مدللة، وكل طلباتها تقريبا مجابة. كبرت أمينة ووصلت لسن المراهقة، وهنا دخلت أول قصة حب في حياتها. اتعرفت على شاب فلسطيني ويبدو إنها اتعلقت بيه بشكل كبير جدا، لكن المشكلة إن الفرق بينهم كان كبير. هي جاية من عيلة غنية ومعروفة، وهو حالته المادية بسيطة جدا. والشاب الفلسطيني ده من البداية كان شايف إن العلاقة دي صعب إنها تكمل، فبدل ما يدخل في دوامة مشاكل قرر يبعد. وبعد فترة قصيرة ارتبط ببنت تانية، لكن اللي قلب الموضوع فعلا الرسالة اللي بعتها لأمينة بعد ما سابها، لأن الرسالة دي أثرت فيها بشكل كبير وسببت عندها حالة كره ناحية الفلسطينيين بشكل عام، لدرجة إنها بقت مش طايقة تسمع سيرتهم أصلا. الموضوع انعكس حتى على دراستها، مستواها بدأ ينزل ومجموعها ما جابش الكلية اللي كان نفسها فيها، وهي كلية الطب. وهنا عيلتها قررت تبعتها لأوروبا تكمل تعليمها هناك، على أمل إن السفر يغير حالتها النفسية ويخليها تركز في مستقبلها. وفعلا سنة 1957 سافرت للنمسا، وهناك التحقت بجامعة فيينا ودرست الطب النفسي. في البداية الموضوع كان شكله طبيعي جدا، بنت جاية من عيلة كبيرة عايشة لوحدها لأول مرة وبتدرس في واحدة من أشهر جامعات أوروبا. لكن المشكلة إن الحياة هناك كانت مختلفة تماما عن اللي اتعودت عليه وتربت عليه في عمان. بعيد عن الأهل والرقابة، بدأت تعيش بحرية زيادة شوية، وبعدها الحرية دي قلبت لفوضى كاملة. وفي السكن الجامعي اتعرفت على بنت أجنبية، والصداقة بينهم قربت بسرعة جدا، ومع الوقت بدأت تسحبها لحياة السهر والحفلات والخمور. وبعدها دخلت في دوائر أسوأ بكتير، زي إن البنت جرتها للعلاقات المحرمة، ولكن مش مع شباب، مع بنات. وشخصية أمينة بدأت تتغير. البنت الهادية اللي جاية من عيلة محافظة بقت شخصية تاني تماما. دراستها بقت آخر اهتماماتها، وكل تركيزها بقى على الحياة الجديدة اللي انبهرت بيها. ورغم كده قدرت في النهاية تخلص دراستها وترجع الأردن سنة 1961. لكن رجوعها ما كانش هادي أبدا. أهلها كانوا متوقعين إنها رجعت عاقلة ومستقرة نفسيا، فتفاجئوا بشخصية جديدة تماما. ده غير إن ابن عمها تقدم لها، لكن أمينة رفضت الجواز بشكل قاطع، وده عمل مشاكل كبيرة بينها وبين والدها، لأن الأب كمان بدأ يحس ويتأكد إن بنته اتغيرت تماما بعد السفر، وإن طريقة تفكيرها بقت مختلفة عن العيلة. لكن أمينة ما كانتش من النوع اللي بيتراجع بسهولة، بالعكس رجعت النمسا مرة تانية سنة 1962 بحجة إنها هتكمل دراستها وتحضر الدكتوراه. ومع زيادة الخلافات
والدها قرر يقلل المصروف اللي كان بيبعته لها كل شهر، ولما المصروف ما بقاش يكفي بدأت تدور على شغل تصرف منه على نفسها. وفعلا لقت شغل واشتغلت في مصنع لعب أطفال في فيينا. وفي مصنع لعب الأطفال ده اتعرفت على بنت يهودية اسمها سارة براد، ومع الوقت بقوا أصحاب جدا، سهر وخروج وحكايات يومية، لحد ما سارة عرضت عليها في يوم تزورها في بيت عيلتها. أمينة وافقت وفعلا راحت لها البيت، لكن أول لما دخلت البيت لفت نظرها شاب لابس بدلة طيران. سارة عرفتها عليه وقالت ده أخويا موشيه براد. موشيه كان طيار وشخصيته كانت مختلفة عن أي حد أمينة قابلته قبل كده. كلامه هادي، واثق من نفسه، وعارف ازاي يدخل لأي حد من أقصر طريق، وده اللي حصل فعلا. التعارف بينهم اتحول بسرعة لعلاقة قوية، وبعد فترة بقوا تقريبا ما بيفرقوش بعض. ومع الوقت أمينة بدأت تبعد أكتر عن حياتها القديمة وتدخل بشكل كبير في عالم موشيه وأصحابه وحياته. ونشأت بين أمينة وموشيه علاقة محرمة، وفضلت العلاقة دي مستمرة حوالي 5 سنين. ومع مرور السنين دي في مشكلة كمان تانية بدأت تقرب منها بالتدريج، وهي إن أمينة كانت المفروض ترجع الأردن بشهادة الدكتوراه اللي قالت لأهلها عليها، لكن الحقيقة إنها ما حصلتش على الدكتوراه اللي وعدت بيها عيلتها. ومن هنا بدأت أمينة تخاف، لأنها هترجع تقول لهم إيه، وخصوصا بعد كل السنين والفلوس اللي اتصرفت عليها. فبدل ما تواجه الحقيقة اختارت أسهل وأخطر حل في الموضوع، لأنها بمساعدة موشيه جهز لها شهادة دكتوراه مزورة ورجعت بيها عمان أواخر سنة 1966 كأنها دكتورة فعلا. العيلة فرحت بيها جدا، والدها كمان بدأ يفكر يفتح لها مستشفى خاص في عمان، لكن الفرحة دي ما طولتش، لأن أثناء إجراءات الترخيص واحد من المسؤولين في وزارة الصحة بدأ يشك في الشهادة وطلب إنه يراجع بعض الأوراق والأختام. وهنا أمينة فهمت إن الموضوع ممكن ينكشف في أي لحظة، ولأنها كانت عارفة إن الفضيحة لو حصلت هتدمرها قررت تهرب قبل أي حد ما يكتشف الحقيقة. وقالت لوالدها إنها هتسافر بنفسها لفيينا تخلص الأوراق بسرعة وترجع. المرة دي أمينة كانت ناوية تختفي تماما ومن غير رجوع. وفي مارس سنة 1967 رجعت أمينة مرة تانية لفيينا، وأول ما حطت رجليها في فيينا راحت واخدة بعضها ورايحة لموشيه براد. حكيت له كل اللي حصل وإنها خلاص ما عندهاش طريق ترجع منه. وهنا موشيه عرض عليها الجواز، لكن الجواز ده كان ليه شروط واضحة، وقال لها إن هم علشان يتجوزوا رسمي لازم يتم حسب الديانة اليهودية، وده معناها إنها لازم تسيب الإسلام وتعتنق اليهودية الأول. ومن غير تفكير أمينة وافقت بسرعة جدا، وفعلا راحت مع موشيه للمعبد اليهودي في فيينا، وهناك تم إعلان اعتناقها اليهودية بشكل رسمي. وبعدها اختارت لنفسها اسم جديد يناسب حياتها الجديدة، وهو أنا موشيه براد. بعدها مباشرة تم الجواز، وبدأت تعيش وسط المجتمع اليهودي بشكل كامل كأنها بتحاول تبدأ حياة جديدة من الصفر. لكن رغم كل ده كانت طول الوقت عايشة قلقانة إن حد من أهلها يعرف مكانها أو يوصلوا لحقيقتها. وفضلت أمينة على الحال ده لحد سنة 1971، ولحد ما في يوم وهي بتقلب في الجرايد لفت نظرها خبر صغير، وهو إن الجيش الإسرائيلي طالب متطوعين من اليهود الأوروبيين خصوصا لسلاح الجو. بالنسبة لها الخبر ده كان زي فرصة نجاة من الحياة اللي هي عايشاها، لأنها كانت شايفة إنها لو راحت إسرائيل مستحيل حد من عيلتها يلاقيها. فقعدت تضغط على موشيه وتقنعه إن هم يسافروا لإسرائيل. في الأول موشيه رفض وقعد يقول لها إحنا مالنا ومال الحرب، إحنا قاعدين كويس ومستقرين وشغلي ماشي كويس. لكن مع زيادة ضغط أمينة في الآخر وافق. وفي نوفمبر سنة 1971 سافروا لأول مرة لتل أبيب، وهناك موشيه انضم فعلا لسلاح الجو الإسرائيلي وبدأت حياته العسكرية الجديدة. في البداية أمينة افتكرت إن الحياة أخيرا هتهدى وإنها هتستقر وهتعيش في أمان، لكن الواقع كان عكس كده تماما، لأن يدوب عدى شهرين بس وتم تكليف موشيه بأول مهمة استطلاع على الجبهة السورية. وفي أول طلعة ليه الطيارة اتضربت وانفجرت في منطقة حدودية بين سوريا ولبنان، وساعتها الحكومة أعلنت إن الطيارة انفجرت والطيار مفقود.
الكلمة دي كانت كفيلة تقلب حياتها. أمينة دخلت في حالة نفسية عنيفة جدا، لأنها كانت متعلقة بمشيب رد بشكل كبير. ومن اللحظة دي مشاعرها بدأت تتحول بشكل غريب، من حزن لغضب لشيء شبه الانتقام. وبدأت تروح المخابرات العسكرية بشكل مستمر علشان تسأل عنه، وفي كل مرة نفس الرد: مفقود، لسه مش معروف مصيره. لحد ما في مرة قالت لهم بصراحة: يعني ايه مفقود؟ ما هو يا حي يا ميت، انا محتاجة مستحقاته المالية على الأقل. فضابط هناك قال لها انهم ما يقدروش يصرفوا اي حاجة قبل ما يتأكدوا من مصيره. ساعتها ردت عليه رد حاسم وقالت له: يبقى انا اللي هروح ادور عليه بنفسي. ومن هنا بدأت النقلة الحقيقية. الموضوع في الأساس ما كانش متخطط له إنها تبقى جاسوسة، ولا كانت ضمن خطة جاهزة زي ما اتقال في بعض الروايات. حتى جهاز المخابرات نفسه في البداية كان متردد في تجنيدها، لأنها ما نجحتش في اختبارات نفسية كتير. لكن إصرارها على السفر ورغبتها في معرفة مصير جوزها خلى الموقف يتغير. وفي النهاية عرضوا عليها إنها تتعاون معاهم مقابل مساعدتها في الوصول للمعلومة اللي هي عايزاها. ومن هنا بدأت مرحلة مختلفة تماما في حياتها. خضعت أمينة لتدريبات مكثفة على التصوير والتشفير وطرق الإرسال السري، وإزاي تجمع معلومات من غير ما حد ما يحس. وتم تسليمها جهاز إرسال شبه الراديو، ومعاها أوراق شفرات خاصة بالمراسلات. ووصل بيها الحال إنها كانت بتخفي أوراق الشفرات باستخدام ورق مقطوع من المصحف الشريف. وبعد ما خلصت أمينة التدريب سافرت من تل أبيب على فيينا بجواز سفر إسرائيلي، ومن فيينا دخلت بيروت بجوازها الأردني اللي كانت لسه محتفظة بيه. ودخلت لبنان على أساس إنها دكتورة أردنية متطوعة جاية تساعد في المستشفيات. وأول ما وصلت بيروت قعدت في فندق في شارع الحمرة كام يوم، وبعدها بدأت تدور على شقة تعيش فيها. وفي وسط البحث ده بالصدفة اتعرفت على ست لبنانية اسمها خديجة زهران، كانت صاحبة محل ملابس كبير اسمه لامون. خديجة كانت ست طيبة وبسيطة، وقالت لها إن في شقة صغيرة فاضية جنب المحل بتاعها في منطقة عين الرمانة، وهتكون مناسبة جدا ليها. أمينة ما فكرتش كتير وخدت الشقة في نفس اليوم وبدأت تستقر هناك. ومع الوقت العلاقة بين أمينة وخديجة بقت أقرب، خصوصا إن خديجة كانت متجوزة ومعارفها كتير، ومعظم زبوناتها ستات أزواجهم في مناصب مهمة في لبنان. هنا أمينة بدأت تبص للموضوع بشكل مختلف، بدأت تقرب منها بشكل أكبر وتسمع منها تفاصيل حياتها اليومية، لحد ما لفت انتباهها أول خيط مهم. عرفت إن خديجة عليها ديون حوالي 16,000 ليرة للبنك، وكمان حوالي 20,000 ليرة لناس تانية. وعرفت إن خديجة مضغوطة ومحتاجة فلوس، وده خلى السيطرة عليها أسهل. وهنا أمينة قررت تجنيدها، وبالفعل أمينة بدأت تجنيدها وطلبت منها حاجة شكلها بسيط، وهي إن خديجة تخلي أمينة تقرب من زبوناتها أكتر وتتعرف على ستات إجوازهم شخصيات مهمة. وبالفعل حصل كده، وبدأت أمينة تقرب من الستات دول وبدأت تستضيفهم في بيتها. ومع الوقت البيت اتحول لمكان استضافة شبه مستمر لستات من طبقات مختلفة، وأمينة كانت بتدخل وتسمع كل حاجة. لكن اللي محدش كان شايفه إن البيت اتحول فعليا لنقطة مراقبة كاملة، ميكروفونات، تسجيلات، وتحركات محسوبة، وكل كلمة بتتقال كانت بتتسجل وتتبعت. وبكده بقى عندها معلومات من قلب بيروت ومش من مصادر عادية. وفي وسط الشغل ده اتعرفت كمان على شاب لبناني اسمه مانويل عساف، ومانويل ده كان بيشتغل موظف صيانة في مصلحة التليفونات. ده غير إن كان بيحب يحكي ويتباهى بشغله، وده خلاه يقول تفاصيل مهمة جدا عن شغله. وبدأت فعلا في تجنيده، وبدأت تقرب منه وتستدرجه، لحد ما بقى بالنسبة لأمينة مصدر معلومات مهم جدا. ومن خلال مانويل عساف وصلت أمينة لمرحلة أخطر لما قدرت تجند شخص تاني أهم بكتير، وهو مارون الحي اللي كان مدير الصيانة في سنترالات بيروت. وده كان نقطة التحول الكبيرة. مارون ما بقاش مجرد مصدر للمعلومات، ده فتح ليها باب الدخول في غرفة التحكم في السنترالات نفسها، اللي من خلالها تقدر تسمع وتسجل مكالمات حساسة جدا. وبكده أمينة بقى عندها شبكة كاملة جوه بيروت وبتجيب معلومات لحظة بلحظة. المهم إن هم استمروا على كده لحد سبتمبر سنة 1972،
لحد ما حصلت عملية ميونخ والجو كله اتقلب في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، لأن 11 رياضي إسرائيلي اتقتلوا، والصدمة كانت عنيفة جدا بالنسبة لهم. بس المشكلة الأكبر ما كانتش في الخسارة نفسها، المشكلة إن اللي ورا العملية دي شخص محدش يعرف عنه حاجة تقريبا. كل المعلومات اللي كانت عندهم عنه كانت اسمه بس، وهو علي حسن سلامة. لا صورة مؤكدة ولا عنوان، يعني بالنسبة لهم كان شبه شبح بيتحرك في الظل. ومن هنا بدأ الضغط الحقيقي على الموساد، لأنهم كان لازم يلاقوا الشخص ده بأي طريقة، لأن بالنسبة لهم هو العقل المدبر لعملية ميونخ، واللي الإعلام الإسرائيلي ساعتها أطلق عليه لقب الأمير الأحمر. الخطة كانت واضحة، لازم يتم الوصول ليه بأي وسيلة، سواء تصويره أو على الأقل معرفة ملامح وجهه بشكل دقيق. وفي الوقت ده أمينة كانت بقت واحدة من الأدوات الأساسية في الشبكة. التكليف اللي وصل لها كان مباشر: اوصل لنا لعلي حسن سلامة أو اعرفي ملامحه على الأقل. وعلشان تقدر تعمل كده كان لازم تدخل في الدوائر الفلسطينية بشكل أكبر وأعمق. أول خطوة عملتها إنها طلبت مساعدة من خديجة زهران علشان تساعدها في استخراج تصريح طبيبة متطوعة، ومن خلال شبكة علاقاتها تم تعريفها على ممرضة اسمها شميسة، واللي كان عندها صلة بالدكتور المسؤول عن التصاريح الطبية في لبنان. بالمعلومات المزورة والأوراق اللي كانت معاها قدرت تدخل رسميا كطبيبة أردنية متطوعة، وتتحرك بحرية بين مستشفيات ومعسكرات مختلفة داخل لبنان. ومع الوقت بدأت تدخل أكتر في الأوساط الفلسطينية، لحد ما قدرت تقابل شخصيات قيادية، وعلى رأسهم كان الرئيس الراحل ياسر عرفات، واللي قابلته أكتر من مرة في مكتبه. لكن النقطة الأهم كانت وصولها لمعلومات حساسة جدا عن تحركات القيادات ومعسكرات التدريب في الجنوب اللبناني، ده غير نوعية السلاح وحتى الإمدادات الطبية والغذائية. بمعنى تاني بقت شايفة كل حاجة من جوه، والمعلومات اللي عندها دي أدت لاستشهاد الآلاف من الفلسطينيين، ده غير إن عمليات كاملة كانت بتفشل قبل ما تبدأ. وفي نفس الوقت كمان وبمساعدة مانويل ومارون الحايك بدأت توصل لمعلومات مهمة جدا عن تحركات القيادات الفلسطينية، ومن ضمنهم معلومة مهمة جدا، وهي إن علي حسن سلامة هيكون موجود في وقت معين داخل فندق كورال بيتش. وفي اللحظة دي راحت بنفسها للفندق، مع زيادة التأمين في المكان بدأت تلاحظ حركة غير طبيعية، لحد ما اتأكدت إن الشخص اللي دخل الفندق هو فعلا علي حسن سلامة. حاولت تلفت نظره بشكل غير مباشر، وبعدها قررت تتعامل معاه بشكل مباشر، وعرفته على نفسها إنها طبيبة أردنية متطوعة وجاية تساعد الفلسطينيين. الغريب إن علي حسن سلامة رغم حذره الشديد اتعامل معاها بشكل طبيعي، وسمح لها إنها تقرب منه في إطار مهني. ومن هنا أمينة قدرت تعمل اختراق أكبر بكتير من المتوقع. وفي مرة من المرات وأمينة بتتكلم مع علي حسن سلامة سألته سؤال شكله عادي عن زوجته وعن أولاده، وكأنها بتطمن عليه إنسانيا. لكن السؤال ده كان كفيل يفتح باب الشك، لأنها كمان عرضت إنها تزور بيته وتقدم خدمات طبية لأسرته. بالنسبة لأي حد عادي الكلام ده كان ممكن يعدي، لكن بالنسبة لراجل مخابرات بحجم علي حسن سلامة التفاصيل الصغيرة دي كانت كفيلة جدا تخليه ياخد خطوة ورا. وعلى طول طلب من فريقه يعملوا تحريات دقيقة عنها، وبعد شوية بحث النتيجة كانت سطحية في البداية. طبيبة أردنية عندها بعض الخلافات العائلية ودرست في النمسا، ورفضت بعد كده إنها ترجع الأردن، يعني مفيش حاجة واضحة تتمسك عليها. لكن فجأة ظهرت معلومة جديدة من ضابط مخابرات فلسطيني في النمسا، وهي إن في بنت درست طب في النمسا وكانت متجوزة من طيار إسرائيلي طيارته اتضربت في منطقة بين سوريا ولبنان. المعلومة دي غيرت كل الحسابات، لأن كده بقى واضح إن الشخص ده مش مجرد طبيبة عادية. وعلى أساس كده تم حصر لكل الطبيبات العربيات المتطوعين في بيروت، خصوصا اللي درسوا في النمسا. وبعد فرز ومتابعة طلعوا ب4 أسماء بس، وكانت أمينة واحدة منهم. ومن اللحظة دي بدأت المراقبة على مدار 24 ساعة. أمينة بدأت تحس إن في حاجة غلط وإن في حد بيراقبها، فقررت تتحرك بسرعة. بدأت تتخلص من أي أدلة موجودة عندها، حرقت الأوراق، قطعت الشفرات، وتخلصت من الأخبار السرية
اللي كانت مخبياها في البيت، وبمنتهى الهدوء أخدت جهاز الإرسال الخاص بيها وطلعت لسطح العمارة ورمته في صندوق القمامة. وفي يوم 31 أغسطس سنة 1975 راحت واخدة بعضها وقررت إنها تتحرك ناحية دمشق من خلال الطريق البري، شايلة شنطتها ومتخيلة إنها كده بتسبق اللي بيطاردها بخطوة. لكن الواقع كان أسرع منها، لأنها أول ما ركبت العربية الدنيا اتقلبت في ثواني. فجأة لقت نفسها محاطة برجال من المخابرات الفلسطينية، ومن غير جدال ولا إنذار القبض حصل فورا. وفي لحظة حاولت إنها تستعمل آخر ورقة عندها، كبسولة سم كانت مخبياها في شعرها من فترة طويلة ولسه هتحطها في بقها، لكن اللي كانوا ماسكينها لحقوها في آخر ثانية. ومن هنا بدأت مرحلة تانية تماما من التفتيش والتحقيق والضغط عليها. لكن المفاجأة كانت إن مفيش ولا دليل واحد يثبت عليها أي حاجة، لا أوراق ولا أجهزة ولا رسائل. الوضع بقى معقد جدا، لأن الفلسطينيين كده ماسكينها من غير أي إثبات قاطع، والسلطات اللبنانية كمان بدأت تدخل على الخط وطلبت تسليمها ليهم بحجة إن التحقيق لازم يتم رسميا جوه لبنان. وفعلا تم تسليمها للجانب اللبناني، واللي شافوا إن الملف بتاعها فاضي ومفيش أي حاجة تدينها، ففكروا في الإفراج عنها. لكن قبل الإفراج عنها حصل شد وجذب سياسي وأمني بين قيادات فلسطينية وبين الجانب اللبناني، والقيادات الفلسطينية طلبت فرصة أخيرة للتحقيق معاها، وقالوا كده بصريح العبارة: لو ما لقيناش حاجة هنسيبها بإيدينا. وبكده رجعت أمينة للتحقيق تاني. وبعد ما فشلوا يطلعوا منها أي اعترافات مفيدة في الأول، القيادات قررت تنقلها لمكان أصعب بكتير من أي سجن. اختاروا كهف معزول في جنوب لبنان ما بين صيدا وسور. المكان ده كان سمعته مرعبة، ضلمة تامة وصمت يخلي أي حد يحس إنه مدفون وهو عايش، لدرجة إن الناس سموه كهف السعرانة. هناك اتسحبت جوه زنزانة تحت الأرض ما فيهاش أي نور تقريبا، ولا حتى حاجة تدي إحساس بالوقت، مجرد جدران صخر وصمت تقيل. واتسلمت هناك لاتنين من ضباط التحقيق، وهم أبو الهول وأبو داود، وابتدت تعترف واحدة ورا التانية لحد ما بدأت خيوط الشبكة كلها تظهر. اعترفت على أسماء 3 مهمين، وهم مارون الحايك ومانويل عساف وخديجة زهران. وبعدها مباشرة اتحركت الأجهزة وتم القبض على خديجة ومارون الحايك. لكن مانويل حاول يهرب بطريقة درامية، نط من شباك شقته في الدور الخامس ونزل على الأرض ميت. ورغم إن أمينة كانت محبوسة في مكان شبه قبر، بدأت تلعب لعبتها من جديد. ركزت على نقطة ضعف واحد من الحراس، والحارس ده كان اسمه غسان الغزاوي، وبدأت تقنعه إنها بريئة وإنها ضحية لظروف عيلتها ونفوذ عمها في القصر الملكي في الأردن. ومع الوقت قدرت تكسب ثقته، وطلبت منه حاجات بسيطة زي ورق وأقلام عشان تكتب فيها مذكراتها. ومع الأيام الموضوع خرج عن السيطرة، وصلت بيها الجراءة إنها تقنعه يوصل رسالة لجوزها علي حسن سلامة بحجة إنها عايزة وساطة عشان تخرج من الكهف. لكن الرد ما جاش، وده خلى خطتها تاخد اتجاه تاني أخطر، وهي محاولة استغلال نفس الحارس غسان الغزاوي في الهروب. فبدأت توهمه إنها ممكن ترتبط بيه، وإن الحل الوحيد إن هما يهربوا سوا، وطلبت منه يدخل لها بدلة عسكرية علشان تخرج من الكهف متخفية. لكن اللعبة اتكشفت وتم رصد غسان وهو بيحاول ينفذ الخطة، واتمسك وهو في ايده البدلة العسكرية، والحكم كان سريع في لحظتها، وهو الإعدام رميا بالرصاص. وفي نفس الوقت ده كمان كان في خطة تصفية كاملة كانت بتتجهز على نار هادية، وخطة التصفية دي كانت لعلي حسن سلامة أو الصقر الأحمر. وبعد رصد طويل وتحركات دقيقة تم استهدافه في بيروت سنة 1979 في عملية اغتيال معقدة تم فيها تفخيخ سيارته اللي كان بيتحرك بيها بشكل شبه يومي. أما بالنسبة لأمينة فبدل ما يكون في حكم نهائي بالإعدام، حصلت حسابات سياسية وأمنية من خلال الرئيس الراحل ياسر عرفات خلت القرار يتغير. القيادة الفلسطينية شافت إنها ممكن تكون ورقة ضغط مفيدة في ملف تبادل الأسرى، وبالفعل تم الاتفاق على استخدامها في صفقة تبادل بدل تنفيذ حكم الإعدام.
لحد ما تم الإفراج عنها سنة 1980. وبعد خروجها ورجوعها لإسرائيل، أول حاجة عملتها كانت محاولة إنها ترجع تتواصل تاني مع أهلها. بدأت بأختها فاطمة اللي كانت عايشة وقتها في روما، لكن الرد جه صادم جدا. فاطمة ردت عليها ببرود شديد وقالت: أختي ماتت من سنين، وقفلت الخط في وشها. وبعدها حاولت تتواصل تاني وطلبت من الموساد نفسه إنه يساعدها في إنها توصل لأهلها في الأردن. وبعد حوالي 3 شهور جالها رد غير متوقع، تسجيل صوتي من أهلها بيأكدوا فيه إن بالنسبة لهم بنتهم ماتت خلاص. وفي نفس اللحظة عرفت كمان إن والدها مات من الحزن عليها، وإن والدتها دخلت في حالة صحية ونفسية صعبة وفقدت النطق بعد الصدمة. الخبر ده كان كفيل إنه يكسرها تماما، ودخلت في حالة انهيار عصبي شديد. في ناس قالت إنها دخلت مصحة نفسية للعلاج مع اللي مرت بيه، وبعد ما خرجت من المصحة النفسية اختفت تقريبا من أي ظهور علني، وبدأت تنتشر روايات كتير عنها. في ناس قالت إنها غيرت في شكلها وعاشت بشكل جديد بعد عمليات تجميل، وفي اللي قال إنها سافرت لأمريكا أو جنوب أفريقيا وبدأت حياة مختلفة تماما. لكن الحقيقة المؤكدة الوحيدة إن اسمها اختفى تماما من الساحة، وبكده يكون اتقفل ملف الجاسوسة أمينة المفتي. وتحيا مصر دائما حرة قوية، وتحيا الأمة العربية موحدة بعزتها وكرامتها، ورحم الله كل من دافع عن أرضه ووطنه بشرف. والسلام عليكم، وتصبحوا على ألف خير. وستبقى مصر أرضا وشعبا وتاريخا لا ينكسر.